بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كيكة البرتقال. هنعمل النهاردة كيكة برتقال وبمقادير يا ستي عشان ما تزعليش. المرة اللي فاتت عملناها من غير مقادير، المرة دي هنعملها بمقادير. عندنا هنا ده قشر برتقانة. انا شلت اللي هو القشر اللي بيبقى رفيع من فوق كده، يعني حاولت ابعد عن الابيض اللي جواها، وهضربه في المطحنة عشان لو مفيش عندنا كبة نضربه في المطحنة عادي، المطحنة اللي هي بتاعت البهارات. اضربيه في المطحنة لغاية ما يبقى ناعم، او ممكن تقطعيه بالسكينة قطع صغيرة، بس هي اسهل يعني ان احنا نضربه في المطحنة. تمام، هنقول بقى المقادير. عندنا هنا دول معلقتين نشا. تمام، معلقتين نشا، 3/4 كوباية زيت، كوباية سكر، نص كوباية لبن، نص كوباية عصير برتقان خام مفيش عليه مية، برتقانة كده يعني ايه، برتقانتين عصرتهم. وعندنا كيس بيكنج باودر وكيس فانيليا وبيضتين ويعني ايه نقطة ملح كده صغيرة ومعلقة خل. وعندنا هنا في البولة دي كوبايتين ونص دقيق بنفس الكوبايات اللي انا معايرة بيها. عندنا 2.5 دقيق بنفس المقدار بتاع الكوبايات دي. هنحط عليه معلقتين النشا، وهنحط عليه كيس بيكنج باودر، ونقلبهم مع بعض ونركنهم على جنب. لا مش البيض، بيكنج باودر. ده هيبقى برضو حوالي معلقة كبيرة من البيكنج باودر او كيس مقفول. نضربهم بقى مع بعض كويس. الدقيق ده انا نخلاه، اللي هو الكيس الاصفر ده اللي هو اسمه فلاور لاند، حلو قوي بيبقى مع الكيكات والمعجنات. وهنبدأ بقى نجيب الخلاط، وهنا زي ما قلت لكم الملح ومعلقة الخل دي بيبقى حلوة برضو في ان هي بترفع الكيكة عندنا. وعندنا هنا الخلاط بقى هنبدأ نشتغل فيه، مش لازم كبة، او ممكن تعملها بايدك، بس هو طبعا في الخلاط بيبقى اسهل. حطينا هنا نص كوباية اللبن، نص كوباية برتقال، وكوباية سكر. السكر ده على حسب رغبتك، انت ممكن تزودي سكر براحتك. و3/4 زيت، ولو عايزة تسيحي سمنة او زبدة ممكن تسيحيها وتحطيها معاه، بس يبقى المقدار 3/4. حطينا هنا معلقة الخل ونقطة ملح صغيرة. وطبعا ايه ما تنسيش الفانيليا، ولو عايزة مش عايزة تحطي فانيليا مش مشكلة، لان عندنا هنا اصلا برتقال عامل ريحة حلوة جدا وطعم حلو. عندنا هنا البيض ده بيضتين من كبار، مش الصغير ده. انا اموت واعرف هما صغروا البيض ازاي، بس ده بيض كبير، بيضتين كبار. وطبعا ايه قشر البرتقال هحطه بقى معاه يتضرب معاه في الخلاط، ده حوالي معلقتين، يعني هي كيكة برتقال. ممكن بقى احنا لو عايزين نعملها كيكة شوكولاتة نشيل البرتقال ونحط عصير البرتقال طبعا، ونخليها كوباية لبن، ونشيل بشر البرتقال ونحط معاه معلقتين كاكاو، ونشيل من معلقتين دقيق ونحط معلقتين كاكاو، لان المقدار ده كان مظبوط جدا. ودلوقتي هتشوفوا النتيجة. نضربها بقى في الخلاط حوالي دقيقتين، اضربيها عشان تبقى ناعمة جدا، ما يبقاش فيها تكتلات. كده خلاص احنا ضربناها حوالي دقيقتين. وعندنا هنا البولة دي فيها كوبايتين ونص دقيق، ومعاهم كيس بيكنج باودر، ومعاهم معلقتين نشا، معاهم معلقتين نشا. تمام، 2.5 دقيق، معلقتين نشا، معلقة بيكنج باودر كبيرة او كيس باكت يعني مقفول. تمام، نقلبهم مع بعض كل المكونات الجافة مع بعض قبل ما ننزل بالمكونات السائلة، وننزل بالراحة شوية شوية عقبال ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. شايفين؟ بس كان ريحتها حلوة قوي، البرتقال بجد بيبقى ريحته جميلة. نضرب بقى كده بالراحة ونزود شوية شوية. كده احنا حطينا المقدار كله، وكان يعني المقدار مظبوط جدا.
يعني حاولي تعملي المقدار ده مظبوط، هيطلع معاكي النتيجة حلوة والريحة حلوة جدا. وانا مشغلة الفرن قبليها يعني اول ما بدأت اظبط المكونات احطها، ولعت الفرن يعني ايه على نار وسط شوية، يعني اقل من الوسط شوية. انا ما فيش ترمومتر تقريبا عندي في البوتاجاز، او ممكن يكون فيه وانا ما باخدش بالي، بس انا بعمله يعني ايه اقل من الوسط شوية. ادوق بقى، طبعا كلنا بنعمل الحركة دي، والباقي اللي بيتفضل في الحلة ده ما بترميش، بيتاكل طبعا، بيبقى فيه خناقة عليه. ومعانا صينية، الصينية دي وسط، وحاطة فيها في الأرضية بتاعتها زيت، حطي فيها زيت او سمنة، ولو عايزة تحطي فيها شوية دقيق مش مشكلة، بس انا بعملها كده وما بتلزقش وبتبقى حلوة جدا. انزل بقى بالمقدار كله، شايفة المقدار عامل ازاي، شايفة السائل كده مظبوطة جدا، ومعلقتين النشا ظابطين معانا. نزلي بقى كل المقدار عشان تبقى مظبوطه، ويعني لو عايزه تشيل يعني ايه نشيل شويه كده في الطبق مفيش مشكله، طبعا معروف هيتعمل بيهم ايه. ولونها حلو وريحتها حلوه، كانت بجد حلوه جدا. انا بقى ايه الصينيه دي هخبطها كذا مره كده على الرخامه علشان لو فيها هوا يطلع الهوا اللي فيها. نروح بقى بيها على الفرن اللي احنا مسخنينه طبعا قبل كده، هتقعد حوالي نص ساعة و5 دقايق في الفرن. نحمر من تحت وبعدين نولع الشواية من فوق، او ممكن تولعهم، انا لما بولع الاتنين مع بعض بيطفي الفرن، بيروح مطفي، فانا بولع ده لوحده وده لوحده. ما شاء الله طلعناها، شايفين هشة ازاي، هشة جدا، وريحتها كانت قلب الشقة، وناعمة كده وطرية من جوه، ولا بجد كانت حلوة، جربوها تعجبكم. هنقطع بقى، حتى باينة وهي بتتقطع ان هي هشة. نقطعها مع بعض ونشوف شكلها عامل ازاي. انا عملتها قبل كده بس كانت من غير مكونات للناس المبتدئة، انا قلت اعملها النهارده كده بمكونات عشان لو حد عايز يعملها. بس هي خدي بالك هي كانت سخنة، انا طفيت عليها الفرن وسبتها حوالي 10 دقايق في الفرن، ما فتحتش عليها عشان طبعا لو خرجت وهي سخنة كده وتعرضت للهواء هتهبط. فانتي اطفي عليها البوتاجاز وسيبيها، يعني اطفي الفرن وسيبيها في قلب الفرن جوه 10 دقايق ربع ساعة، مش مشكلة، مش هيجرى لها حاجة. شايفين بقى الجمال، شايفين الشكل، ومنفوخة ومنفوشة حتة نفشة تحفة، وطعمها تحفة بجد، كان طعمها حلو جدا. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك، وتقولوا ايه رأيكم في الكيكة. طبعا في ناس بقى ايه بتاخد مني الحاجة كده وانا بعملها، طبعا كلكم عندكم الناس دي. شايفين لونها من تحت ومن فوق متحمرة وطرية جدا، وريحتها حلوة جدا، جربوها وصدقني يعني بجد هتعجبكم. شايفين شكلها من جوه، انا فرحانة بيها بجد. ناخد بقى الطبق ده كده واتكل على الله، اشوفكم بقى مرة تانية، سلام.